هم أبناء الجزائر، جاءوا من كل أنحاء الوطن، جمعهم واجب الوفاء والتضحية للحفاظ على سلامة وحرمة التراب الوطني. فكان الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالقطاع العملياتي لإليزيه بالناحية العسكرية الرابعة في أجواء حميمية وعائلية. فنعم الأمن والاستقرار الذي ينعم به شعبنا اليوم هي نتاج طبيعي للجهود المضنية والمتواصلة التي يشرف عليها الجيش الوطني الشعبي، مسنودا بدعم وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رفقة الأسلاك الأمنية الأخرى، وهي نتائج مثمرة. أتقدم بالتهاني الحارة إلى سيادة الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وإلى السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة، وإلى كل الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك الذي احتفلت به مع زملائي في أجواء احتفالية رائعة وسط عائلتنا الكبيرة ألا وهي عائلة الجيش الوطني الشعبي. ونحن هنا على استعداد دائم وفي جاهزية تامة لأداء مهامنا النبيلة في كل ظروف. العمل المتواصل في كل المناسبات والأعياد، اليقظة والاستعداد الدائم، سمات وقفنا عليها أثناء مرافقتنا لكتيبة المشاة في مهمة نصب كمين عند أحد المعابر الحدودية لرصد كل التحركات المشبوهة على الشريط الحدودي. لقد حظينا بالاحتفال بالعيد بما يحمله من مظاهر رمزية، ولم تغب عنا أجواء احتفالنا به وسط إخواننا بوحدات الجيش الوطني الشعبي، مع حرصنا على القيام بتنفيذ مهامنا القتالية على أكمل وجه. إننا اليوم في هذا اليوم السعيد جاهزون لرفع التحدي رغم الظروف الطبيعية القاسية، إلا أننا أقصى من الطبيعة في الرد على كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن طبقا لتعليمات سيادة اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة. هكذا يقضي الجزائريين أعيادهم في أمن واستقرار، والفضل يعود إلى هامات هؤلاء الرجال المرابطين على الحدود. فألف تحية لحماة الوطن.